هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم حبينا نشرح على الطائر الموزمبيقي. مثل ما تشوفون طبعا الطائر الموزمبيقي التزاوج ماله، التكاثر ماله تقريبا مقارب للطائر الكناري، يعني ما بيفد فشي كل الصعب او فشي هذا. اهم نقطة انه انت توفر له الامور اللي يحتاج عليها. طبعا العشي اللي هو يصير مثل مال الكناري. الطيرة الفحل لازم تعرفها، اكو انا شارح وايد فيديوهات انه شلون يصير الفرق بين الذكر والانثى. لازم يكون الفرق تعرفه بين الذكر والانثى، هاي اهم نقطة. الطيور لازم تكون بالغة كبيرة. الطيرة لازم تكون تجهز تلم عش يلا تذبلها الفحل، يعني مثل ما تشوف هسه هو تقريبا الطيرة جاهزة كاملة مكملة. الفحل يكون مفول، مرات الفحل يظل ساكت يعني متلق ذا بريشة، فانت مو صحيح انه تزوج الطيرة والفحل وهن بعدين مزاوجات، وهذا الشيء مشكلة يعني تصير عندك اشكالية غلط. الطيرة لازم تكون تجهز من كل النواحي. الفحل يكون جاهز فول قرايه، تخليهم مقاربات مولد داخل راسا القفص، تخليهم واحد يشوف اللاخ الزوف يصير صحيح، يقوم هو يقرا عليه هي الزوف له. ذاك الوقت تقدر تنطي الطيرة على الفحل وتخليه يتزاوجن ويعطيك انتاج طبيعي. حاله حال الكناري والباقي الطيور. طبعا هو طائر كلش حلو موزمبيقي، انه هو مغرد. طبعا اكو نفسه بس يصير لونه رصاصي اللي هو الافريقي مثل ما تعرفون، يعني شويه صار سعره اغلى وهو تقريبا مقارب الصوته، وشويه ذاك نغماته شويه اقوى واحلى بالنسبه للموزمبيقي. يعني اكو عالم ترغب هذا اللون واكو عالم ترغب ذاك اللون الرصاصي، فهو ماكو اي اشكال. الاشكال الواحد انه انت اليوم ما ارغب انه تزوج ذاك الرصاصي على هذا الموزمبيقي، هذا الشيء مو صحيح. الانثى والذكر اللي يريد يحب يعرف عن الانثى عن الذكر، مثل ما تعرف الانثى تصير تطريزه قلاده بصدرها، الفحل يصير بدون قلاده، يصير اللي هو بس خطين نازلات لحد نهايه الراس. بالنسبه للذكر والانثى لا، تصير مثل ما تشوف الانثى تصير من هنا اللي هو هذا صوتها. عندها مرات حتى اكو عالم تفرق انه ما تفرق، انه يشوف الانثى تغرد، هي مو تغرد، هي تاخذ من الفحل تبوق تغريد تصيح، هاي زوفانها من يصير زايفه كلش، فالطيره تقوم تطلع هذه الاصوات مثل الفحل حتى تكسب الفحل عبالها انه راح يتقرب لها اكثر من هو بعيد. فهذا الشيء عادي تمام. ويكون اهم شيء انه الطيور جاهزه، وتخلي الطيره وحدها تامن بالمكان، تلم العش مالتها، تجهز، تسمع قرايه الفحل. الفحل همات يكون كبير كامل، مرات تشوف الفحل بعده صغير بس انت عبالك كبير، هو يغرى يعني يفول قرايه بس الفحل بعده مو صالح للزواج. يعني الذبه الانثى كتله طبعا تموته كتل وما راح تستفاد من عنده، يعني تستفحل الطائره بعد اكثر لان هي كتله الفحل يعني اصلا وبعده صغير ما يعرف. بس لما ما هو يهيج ويصير الفحل كامل مكمل ووضعيته تمام، بالعكس يصير تزاوج كلش حلو وبسرعه والعمليه تصير حلوه. تحياتي وياكم حسين، مع السلامه.